في مصطلح بنسمع عنه كتير قوي وهو مصطلح البارانويا. كتير مننا حتى انا بشكل شخصي زمان قبل ما ادخل التخصص بتاع الطب النفسي كنت مقتنع ان البارانويا هو جنون العظمه، ان انا شايف نفسي عظيم جدا ومغرور جدا. لكن عرفنا بعد كده ان البارانويا هي جنون الشك، ان فلان عمل عليا نظريه المؤامره، وان البارانويا في حد ذاتها على حسب عمق الفكره بتيجي في كذا تشخيص، من اول اضطرابات الشخصيه، الامراض الذهانيه والفصاميه، الاكتئاب النفسي الشديد، مرض الالزهايمر. ممكن في المراحل المتقدمه فيه يبقى فيه اعراض بارانويا. فاحنا لازم نفهم المصطلحات دي كويس ونبدا ناخد الشخص ده وننصحه ان هو يتوجه للطب النفسي. هنحاول الفتره الجايه نجمع الاعراض والمفاهيم الخاصه بالطب النفسي ونحاول نشرحها ونوضحها علشان نسهل على الناس ان هي تبقى عارفه الاعراض يعني ايه، وازاي وامتى يلجأوا للطبيب النفسي ان هو يساعدهم.